الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى في هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالب على السعي له، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة، وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوهم ومغيب أحوال العالم عنه، وإنما أكل من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب وافتن من افتن وركب من ركب ومشى من مشى وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم هم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها وتعذر ما يتعذر منها وذهاب ما وجد منها والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس وطعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. ووجدت العامل للآخرة إينا بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يصر إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم إذ ليس مؤاخذا بذلك فهو غير مؤثر فيما يطلب. ووجدته إن قصد بالأذى سر وإن نكبته نكبة سر وإن تعب فيما سلك فيه سر فهو في سرور متصل أبدا وغيره بخلاف ذلك أبدا. فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في تجربة ابن حزم رحمه الله إلى ما انكشف له من أن مطلوب أهل الدنيا واحد وهو طلب السعادة، فهم جميعا يبحثون عن هذه السعادة وما ينفي الهم المخالف لها، سواء في ذلك عالمهم وجاهلهم ومؤمنهم وكافرهم، وكل ما يعملونه من الأعمال أو يقولونه من الأقوال أو يتصرفون به من التصرفات فإنما هو راجع إلى هذا الهدف الوحيد لديهم، وهو هدف مشترك بين جميع الإنس ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. فقال هو رحمه الله: لما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب، وكونه علما رفيعا أنه يدل على ما ورائيات الأمور ونكاتها، فالإنسان إذا عرف الجزئيات فإن ذلك لا يغنيه عن معرفة أصولها ومآخذها. فالطالب إذا درس المسائل الفقهية وعرف أن مذهب فلان كذا وأن مذهب فلان كذا فإنه لا ينال لذة العلم حتى يعرف مآخذ هؤلاء الأئمة ومن أين أخذ فلان الإباحة ومن أين أخذ فلان التحريم، وتحصل له لذة كبيرة بذلك، فيكون هذا العلم نفيسا رفيعا في حقه لأنه عرف به مآخذ المجتهدين. وكذلك من عرف سر تصرف أصحاب العقول وعرف أوجه اختلافهم وأوجه اتفاقهم وعرف أن أعمالهم جميعا مرجعها إلى هدف واحد، فإن هذا لا شك علم رفيع وسر عجيب من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه. فلذلك جعل فهمه له نورا
لأن الفهم في الأصل لا يكون إلا عن نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء من عباده، ولذلك يعرف الفلاسفة العقل بأنه نور رباني أو روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. فالعقل نور، ولذلك نور الله به البشر دون من سواهم من البهائم والحيوانات. رباني أي من أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج. ولما كان العقل وحيا من الداخل كان محصورا وأمكن فيه الاختلاف، ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يكن محصورا ولم يمكن فيه الاختلاف، فكلاهما من أمر الله وعلمه. فعلمنا بالوحي الذي هو من كلامه تعليما معصوما لا يمكن أن يقع فيه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونور بصائرنا بالعقل، ولولا هبته سبحانه وتعالى لما لله، ولكنه جعل هذا العقل مناط التكليف، فمن حرمه الله منه بالأساس فلا تكليف عليه أصلا، ومن حرم منه مؤقتا كالمغمى عليه والسكران وغير ذلك كالمجنون فإنه يرفع عنه القلم، وكالنائم أيضا يرفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله، لأن العقل هو مناط التكليف أي مكان تعليقه، فلا تكليف إلا على أساس العقل لأنه محل الخطاب الرباني، وإذا فقده الإنسان فلا يمكن أن يوجه إليه الخطاب ولا يمكن أن يحسن التعامل معه بأي جواب. فلذلك قال: وأنار الله وأنار الله لفكري هذا الكنز العظيم. ورأى أنه كنز لأنه بمثابة الشيء المدفون الذي يمكن الوصول إليه بالبحث، فكذلك هو وصل إلى هذه الفكرة وأوصلنا نحن إليها، فكثير منا لم تكن تخطر بباله هذه الفكرة قبل أن يسمعها من بحثه هو واستنتاجه، فلذلك جعلها كنزا عظيما. بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم. له السبيل يذكر ويؤنث، يقال سبيل موصل وموصلة، والطريق مذكر لأن الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد تؤنث الطريق أيضا، كما قال الشاعر: خل الطريق واجتنب أرماما إن بها أكتل أو رهاما خويربين ينقفان الهاما لم يتركا لمسلم طعاما. وقد ورد تذكيرها وتأنيثها في الشعر. بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم، أي بما أن جميع الناس يتطلبون هذا الأمر بتجاربهم، ومنهم من يتطلبه في جهته ومنهم من يتطلبه في جهات أخرى ليس فيها، فأراده وأخصر الطرق وأسهلها للوصول إلى هذا الهم المطلوب، بما أنه هم مشترك بين جميع الخلائق، وهذا من تمام عقله وحسن تصرفه، لأنه لما رأى أن جميع الناس يريدون هذا المورد ويبحثون عن طريق توصل إليه بحثه عن أسهل الطرق وأقصرها في الوصول إلى هذا الهدف، فوجد أن كل الطرق التي يسلكها الناس في الوصول إلى السعادة وطرد الهم لا بد أن يقع فيها تكدير ولا بد أن يقع فيها هم من وجه إلا طريقا واحدا وهو العمل للآخرة، فكل ما سواه لا يمكن أن يسعد به الإنسان سعادة دائمة، ولا بد أن يوافقه ويصاحبه من الكدر والمشكلات ما ينافي طرد الهم. فلذلك قال: بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم، معنى موصلة حقيقة لا توهما، ولذلك قال على الحقيقة. في بعض السبل توصل إلى السعادة لكن توصيلها إلى السعادة متوهم غير حقيقي، فكثير من الناس يظنون أن الإنسان إذا وصل إلى مقصوده في الدنيا ومطلوبه منها فقد وصل إلى السعادة، لكن الواقع أنه إنما وصل إلى سعادة مقطوعة غير دائمة، ويكدرها وينغصها كثير من المشكلات الدنيوية التي لا بد أن تقع. فلذلك قال على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان، يعني اتفق نوع الإنسان بجميع أفراده الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي له. فلم أجدها، أي لم أجد في كل السبل التي يسلكها الناس لطرد الهم وللوصول إلى السعادة إلا التوجه إلى الله، لم يجد أي سبيل آخر
ينال الإنسان به سعادة لا مكدر لها إلا التوجه إلى الله. والمقصود هنا بالتوجه إلى الله صدق التوجه إليه. فكثير هم أولئك الذين يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون توجههم مغشوشا كالذين يتوجهون إلى الله في رمضان فتجدهم يعتكفون ويصلون قيام الليل ويصومون، ولكنهم سرعان ما ينسون ذلك إذا خرج رمضان فيقتص منهم الشيطان في شوال، فبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وكذلك كثير من الناس يلتزمون ثم يملون فيخرجون من التزامهم، فهؤلاء لم يصدقوا في التوجه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يستحق العبادة في كل الشهور وفي كل الأمكنة وفي كل الظروف، وعليك أن تعبده في وحدتك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي كل أمورك، فأنت تعلم أن قيمتك إنما هي بحسب إتقانك للعبادة. فما من جهاز إلا وقيمته بحسب إتقانه لما صنع من أجله. هذا الجهاز الذي أتكلم فيه الآن لماذا صنع؟ لتكبير الصوت. إذا فقدت منه هذه الحكمة بالكلية هل يشتريه أحد منكم؟ لا يشتريه أحد. وإذا كان يؤديها بدقة متناهية وبصفاء كامل أليس ذلك رافعا لثمنه ومرغبا فيه؟ وكلما نقصت هذه الحكمة فيه انتقص سعره في مقابل ذلك، وهكذا كل الأجهزة. وأنت أيها الإنسان جهاز صنعت لحكمة وهي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فاتت منك هذه الحكمة أصلا فلم تعبد الله جل جلاله في أي لحظة من لحظات عمرك فلا قيمة لك أصلا. وإذا عبدته بإتقان وإخلاص متناه ارتفعت قيمتك ارتفاعا لا نهاية له، ويتفاوت الناس دون ذلك بحسب إتقانهم لهذه الحكمة التي من أجلها خلقوا. وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى مرتبة من مراتب الإيمان. فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يدعو جميع الناس إلى سلوك طريقه، ولكن هذه الدعوة يختار الله لها من يستجيب لها. فمن الناس من تحصل لديه إرادة التوجه إلى الله، ومنهم من الذين حصلت لديهم الإرادة من سلكوا طريق الله، ومنهم من لم يسلكوا. ثم السالكون للطريق منهم من استقام على سلوكه وصبر عليه، ومنهم من تساقط عنه. ولذلك قال خليل رحمه الله: الطريق شاق وعر، لذلك قل المريدون ثم قل السالكون ثم قل من السالكين من وصل. فقليل جدا من السالكين من استقام استقامة كاملة للوصول. ولهذا قال الغزالي رحمه الله: الاستقامة أعظم الكرامة، فأعظم كرامة يكرم الله بها عبده أن يستقيم على منهجه الذي ارتضاه له. أما مجرد سلوك الطريق فقد سلكه أقوام ثم ضلوا، فكان ضلالهم شرا من ضلال الذين لم يسلكوا أصلا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يعذر شباب أهل مكة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وعرفوا الحق ثم ارتدوا، فإن الله قال فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعذر المستضعفين ممن سواهم من الذين لا يعرفون طريقة يخرجون بها من مكة، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وبين أنه عفا عنهم فقال: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله واجب. فلاحظوا الفرق بين الطائفتين وبين المستويين. فلذلك لا بد أن ندرك أن الإنسان إذا هدي إلى الاستقامة لا بد أن يحرص على ذلك، وأن يكون حرصه شديدا على الاستمرار على ما دل عليه من الخير وهدي إليه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فمن هدي إلى باب من أبواب الخير فعليه أن يلزمه وأن لا يدع الشيطان يحرفه عن ذلك الباب، فإن ذلك مضرة به. فالتذبذب من شأن المنافقين، كما قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واستقامة الإنسان على طريق الحق
محوجة لكثير من العدة، فمنها مراجعة الدافع العقدي. هذا أول المثبتات، مراجعة الدافع العقدي دائما. كل الإنسان كلما أحس بنفرة في نفسه أو وحشة أو تراجع أو كسل تذكر الدافع العقدي الذي يدفعه إلى عبادة الله. فأنت قد جئت طائعا غير مكره، ولا موعود بأي وعد دنيوي، ولا راغب ولا طامع في أي مطمع دنيوي، وإنما جئت خائفا من سخط الله وعقابه راجيا لثوابه ورضاه، وهذا الدافع ما زال قائما. فلذلك لا بد أن تدفعك عقيدتك إلى زيادة التقرب من الله سبحانه وتعالى والازدياد في طاعته كلما تقدم بك العمر. فإذا هذا الدافع الأول هو أول المثبتات، هو الدافع العقدي. ثم بعد ذلك معرفتك دائما لما أعد الله للذين استقاموا على منهجه، فإن الطريق إذا عرفت نهايته وكان ما يوصل إليه هذا الطريق مرغوبا فيه فذلك مدعاة للإسراع في قطعه. فإذا عرفت أنك بمجرد دخولك للجنة ستلقي عنك النصب والتعب، وستكون في جوار الله جل جلاله وبمجاورة مرافقة أنبيائه والصالحين من عباده، فإن ذلك مقتض منك للإسراع حتى تقول ما قال موسى بن عمران: وعجلت إليك ربي لترضى. وكذلك المثبت الثالث نظرك إلى حال الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتساقط والرجوع عن طريق الحق، فهؤلاء خسروا الدنيا والآخرة بتراجعهم وعدم ثباتهم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير يطمئن به، أي يطمئن بذلك الحرف الذي هو فيه، وإن أصابته فتنة انقلب، أي سقط على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا بد أن تتذكر حال هؤلاء المتساقطين وما ابتلاهم الله به. وقد حصلت من ذلك قصص في تاريخنا الإسلامي عجيبة. فإن رجلا أسلم في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفظ القرآن كاملا، ثم تنصر ورجع إلى الروم، فلقيه رجل من المسلمين هنالك فقال: يا فلان، ماذا بقي معك من كتاب الله الذي كنت تحفظه كاملا؟ فتذكر ساعة فقال: لم يبق معي منه إلا آية واحدة، وهي: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية الوحيدة التي هي صادقة عليه هو بذاته، بقيت حجة عليه يحفظها. ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كثير من الذين يقرؤون القرآن يلعنهم القرآن حين يقرؤونه، لأنهم يخالفونه في عملهم وسلوكهم. وكذلك فإن عددا من الذين انحرفوا بعد أن استقاموا حصل لهم من ذلك وحشة عجيبة، حتى إن شيخا من بني أسد كان قد طعن على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأنتم تعرفون سعد بن أبي وقاص ومكانته في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباهي به فيقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وكان يقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وقد شهد له بالجنة بالتعيين، وهو من العشرة المبشرين. وقد نقم عليه بعض الأعراب لما كان واليا عليهم بالبصرة. وعرف من ذلك عمر درسا، وهو ما أوصى به أن لا يترك وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال: فإن كان عدلا مله الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. فلما ولى عمر سعدا فمكث 4 سنين واليا، مله أهل البصرة وشكوه إلى عمر، فذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فدعاه عمر فسأله، فقال: والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. وخطب سعد خطبته التي أخرجها البخاري في الصحيح، وقال فيها: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. فهذا الرجل دعا عليه سعد بن أبي وقاص أن يطول عمره وأن يعرض للفتن، فكان بعد ذلك معمرا تجاوز 100، وكان يعقد حاجبيه لأنهما وقعا على عينيه،
فكان يتعرض للجواري في السكك، فإذا لم على ذلك قال شيخ أصابته دعوة سعد، فهو من المفتونين، وهو يلوم نفسه على ما وقع فيه من الفتنة عائذا بالله تعالى. وفي مقابل ذلك الذين استقاموا بعد طيش وتابوا بعد فساد أيضا أحرزوا لذة عجيبة واستقامة حرصوا عليها لأنهم نالوا شيئا كان مطلوبا في حقهم. فالفضيل بن عياض كان لصا يسرق على الناس، فذات ليلة هجم على صاحب بيت يريد أن يسرق ما في بيته، فلما دخل آخر الليل سمع صاحب البيت وهو يصلي يقرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلما سمع هذه الآيات هزت كيانه وعرف أنها خطاب له، فتاب وأناب وأصبح مضرب المثل في التقوى والاستقامة. وكذلك يزيد بن الطثرية، وكان لصا يسرق الإبل فينحرها ويبيع لحمها، فتاب وأناب وحسنت توبته، وهو الذي يقول: ألا قل لأرباب المخائض أهملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى مما يثبت الإنسان عليه أيضا الصحبة الصالحة، هذا المثبت الثالث الرابع. الصحبة الصالحة معناه أن يصحب الإنسان أهل الاستقامة، ولذلك قال ابن عطاء الله الإسكندراني: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فمن ينهضك حاله فترى فيه عزيمة وإتقان العبادة وإقبالا عليها اصحبه، ومن لا ينهضك حاله ولا يقدمك في الإيمان ولا يزيدك في التقوى لا تصحبه. ولا يدلك على الله مقاله، فمن لا يدلك على الله قوله ولا يرشدك إلى طريقه فلا تصحبه فإنه سيقعد بك. ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد أمرنا الله بالكينونة مع الصادقين من عباده، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلهذا قال: فلم أجدها إلا التوجه إلى الله تعالى بالعمل للآخرة، أي بالعمل الصالح النافع في الآخرة. وإلا فإن من طلب المال وإلا بدأ يبحث في الطرق التي يسلكها الناس لطلب السعادة وطرد الهم، فذكر أمثلة منها لا تقتضي الحصر، فقال: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم الفقر. فإذا هذا طريق من الطرق التي يتوهمها الناس موصلة إلى السعادة، ويتوهمون أنها طاردة للهم وهي الحصول على المال. لكن الواقع أنهم لا يحرزون من المال بجهدهم وكدهم وبلائهم إلا ما كتب لهم. ولهذا يقول الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. فالرزق معك وقد ضمنه الله، فقال في محكم كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فقد ضمنه الله لك ولم تؤمر به وإنما أمرت بالعمل. ولذلك عجبا لمن يتعب نفسه فيما ضمن له ويترك ما أمر به، فأنت مأمور بالعمل للآخرة وقد ضمن لك الرزق، فلماذا تتعب نفسك في الوصول إلى شيء قد ضمن لك أصلا ولا يزيده تعبك؟ فهذا من العجائب. فلذلك قال: وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها،
فالذين يطلبون الصيت والجاه والسلطان والشهرة بين الناس إنما طلبوا ذلك لعقدة في أنفسهم، وهي أنهم ذاقوا الإهانة والمذلة أو رأوا من كان ذا سلطان ومهابة فأرادوا أن يطردوا عن أنفسهم المذلة والهوان، وأن يصلوا إلى مبتغاهم بالسعادة في الجاه والمنصب. وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتها أي فواتها وعدم وجودها. وهنا المقصود بهذا السبيل طلب اللذات الذي لا يوصل إلى الآخرة، الذي ليس هو من عمل الآخرة، وإلا فإن طلب المال وطلب السلطان وطلب اللذات قد يكون من عمل الآخرة. كيف يكون ذلك؟ إذا طلب الإنسان اللذات في الحلال وأراد بها أن يمنع نفسه عن الحرام وأن يغنيها عن التفكير فيما حرم الله عليها، فإنه بذلك مجاهد لنفسه ومثاب على فعله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ولهذا فإن الإنسان إذا قال إن أهل الإيمان يطلبون النكاح والولد والمال والوظائف وهم مع ذلك ينبغي أن يكونوا أسد الناس في مثل هذا، يجاب فيقال: إنما يطلبون من ذلك ما يعينهم على المعركة التي هم فيها، فيجعلونه عدة لأنفسهم في معركتهم مع الشيطان والهوى. وقد ذكر أحد العلماء هذه الحكمة وهو الشيخ حضبابة، حيث يقول: عذ من عذاب عناء الشهوة الأبد بلطف من خلق الإنسان في كبد، فرب شخص رأيناها له جلبت طول العناء وهم الأهل والولد، فظل يركض ركض الوحش مبتغيا تحصيل أقواتهم من جيد ورد، فالجسم في الشغل طول اليوم منهمك والقلب ممتلئ بالحقد والحسد. إن قلت إن رسول الله حض على تزوج الغيد يبغي كثرة العدد، وصاهر الغر من تيم بن مرة مع بني عدي بن كعب مع بني أسدي مع غيرهم من بيوتات ذوي شرف بنوا من المجد مبنى الراسي العمدي، قلنا وفاظفر بذات الدين عنه أتى، وأنت إن تبغي تلك اليوم لا تجدي، فرسم دار لها مذ أزمن غبرت، أخنى عليه الذي أخنى على لبدي، ولست أنكر أن العصمة توجد في سود الغرابين بعد الأين والنجد، فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات غواني عصره الخرد، فمتق الله ملطوف به وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبدي، وهمه قهر شيطان، هذا محل استشهاد، وهمه قهر شيطان وقهر هوى هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد، وليس يعدم مكروها وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد، ومن بهاتيك لم يظفر فليس له فك من أسر عناء غير ذي أمد. فلذلك همه بكل ذلك، بكل ما يناله من مال حلال يأخذه من حله ويضعه في محله، وما يناله من شهوة حلال يكف بها نفسه عما حرم الله عليه ويمتثل بها أمر الله في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وما طلبه كذلك من جاه وسلطان يريد به تغيير منكر أو إزهاق باطل أو رفع معروف وإقامة عدل وقسط يريد به الاستعانة على ما أمره الله به من ذلك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولذلك طلب يوسف عليه السلام التولية، وإبراهيم عليه السلام ولاه الله تعالى، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والمؤمنون يسألون الله الإمامة في قولهم فيما حكى الله عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال أهل التفسير إن الإمامة لزيادة الأجر، لأن المأموم أي المقتدي بهم والمؤتم بأمرهم
يحصل لهم ثوابه من غير أن ينقص ذلك ثوابه هو. ولذلك كان سلف هذه الأمة أفضل من خلفها، لأن لهم أجور الخلف إلى أجورهم هم، فالخلف متبع لطريقتهم ومقتد بهم، وما وصل إلينا علم إلا عن طريقهم، ولا وصل إلينا عمل إلا عن طريقهم، فكل ما نعمله لهم أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، وضعه ذا من ناقص وكامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، أفاده الحائز للسباق على الموطأ ابن عبد الباقي. وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، فالجهل داء يصيب الإنسان، وهو مدعاة لكل نقص فيه، فلا نقص في الإنسان أبلغ من الجهل، كما أنه لا مدح فيه أبلغ من العلم. وقد ذكرنا دليل ذلك، وهو تقديم الله لآدم على الملائكة بالعلم، فلم يقدمه عليهم بالجسم ولا بالهيئة ولا بغير ذلك، وإنما قدمه على الملائكة بالعلم في تلك المسابقة التي عقدها الله تعالى ونوه بها في كتابه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد. كذلك من الملذات سماع الأخبار والأشعار والآداب، والذين يهشون إليها أي يطربون إليها، والهشاشة الطرب، فهش فلان إلى فلان أي طرب إليه. وبذلك قول توبة بن الحمير: لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلا يهش ويطرب، ولو تلتقي أصداعنا بعد موتنا ومن بين رمسينا من الأرض سبسبوا، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلا يهش ويطرب. فهذا المقصود هنا بيهش لسماع الأخبار، وسماع الأخبار يلتذ به بعض الناس ويحبونه ويفرحون به، ومثل ذلك محادثة العقلاء من الناس والأدباء منهم، فإن ذلك من الملذات الراقية، من الذي ما يلتذ به الراقي في ذوقه وسلوكه من الناس، محادثة أهل العقل والعلم والأدب، كما قال الشاعر: نزيل كفامني أبدا أذاه نزيل غير مرهوب المصال، ضعيف لا يخاف البطش منه عفيف لا يسب على النوالي، قراه إذا ألم بأرض قوم محادثة اللبيب من الرجال. ففي ذلك لذة تبتغى، فلهذا قال: ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد. والتوحد هو الوحشة التي تصيب الإنسان إذا كان وحده، فالإنسان إذا كان في خلاء من الأرض أصابه التوحد وهو الوحشة، فربما سمع أصواتا زائفة تخيل إليه، كما يحصل للركبان إذا ساروا في الفلاة، كما قال غيلان: قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أغض فيدعو هامه البوم للجن بالليل في حافاته سجل، كما تناوح يوم الريح عيشوم هنا وهنا ومنهن لهن بهذا الشمائل والأيمان هينوم. فالهينمة التي يسمعها الساري في الخلاء هي من توحده ووحشته بانفراده. ومغيبي أحوال العالم عنه، هذا عطف على التوحد، أنه تغيب أحوال العالم عنه، فأحب أن يطلع على أحوال العالم، لأن مغيب أحوال العالم مناف لتمام العقل. ولذلك يقول الحكماء: من شأن العاقل أن يكون خبيرا بأهل زمانه. وهذه هي البصيرة التي هي وسيلة من وسائل الدعوة السبع التي صرح الله بها في كتابه:
فقد ذكر الله 7 وسائل للدعوة، 4 منها في آية و3 في آية. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه 4، أولاها البصيرة، وهي معرفتك بنفسك وبمن تدعوه وبما تدعو إليه وبطريقة الدعوة وهيئتها. فهذه البصيرة مهمة جدا، فلذلك ينبغي للعاقل أن يكون خبيرا بأهل زمانه. أنا ومن اتبعني أي أن يكون معك غيرك، فالدعوة جهد جماعي مشترك وليست عملا فرديا، فلذلك يحتاج الإنسان فيها إلى من يساعده ويعينه عليها، ولا يمكن أن يقوم بذلك وحده. أنا ومن اتبعني. الوسيلة الثالثة وسبحان الله، وهي الربانية والاتصال بالله جل جلاله والاعتماد عليه وحده لا شريك له. وما أنا من المشركين، هذه الوسيلة الرابعة، وهي التميز عن المدعوين. فإذا كنت تخالف ما تدعو إليه فإنك في دعوتك ضال، ولذلك فإن أهل النار يتأذون برجل يؤتى به فيرمى في النار فتندلق أقتابه أو أمعاؤه فيدور بها كما يدور العير برحاه، فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلذلك كانت هذه الوسيلة مهمة وهي التميز. أما الوسائل الثلاث فهي في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه أيا كان، وضع الكلام الفصيح في موضعه، ووضع اللحن في موضعه، ووضع الدليل في موضعه، ووضع الوعظ في موضعه، ووضع المال في موضعه، ووضع الشدة في موضعها، ووضع اللين في موضعه، كل هذا داخل في الحكمة. والموعظة الحسنة، الحكمة لا تكون إلا حسنة، فلذلك لم يقيدها، لم يقل وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، بل قال بالحكمة، ثم قيد الموعظة لأنها تكون حسنة وتكون غير حسنة، فلذلك قال والموعظة الحسنة. فالموعظة تكون حسنة إذا اختير لها الألفاظ والأوقات والأشخاص، وتكون غير حسنة إذا كان وقتها غير مناسب، أو كانت ألفاظها غير مناسبة، أو كان أشخاصها غير مناسبين. ثم بعد ذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فقيد المجادلة أيضا بأن تكون بالتي هي أحسن، أي بالهيئة التي هي أحسن. والمجادلة إقناع للعقل، والموعظة إقناع للقلب أو للعاطفة، والإنسان مؤلف من هذه العناصر الثلاثة من العقل والبدن والروح. فالبدن إنما يقنع بالحكمة، والعقل إنما يقنع بالمجادلة، والروح إنما تقنع بالموعظة، فكل له وسيلته الموجهة إليه. فلذلك كان من وسائل الدعوة التي لا بد منها هذه البصيرة. وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، أي اختار من اللباس ما يناسبه، ولعب من لعب، واكتن أي استتر من اكتن، أي احتاج إلى بناء واتخذ بيتا ودارا، من اكتن أي من اتخذ ذلك، وركب من ركب أي اتخذ المراكب، وهي من الشهوات أيضا، كما قال امرؤ القيس: كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. فلذلك قال وركب من ركب، ومشى من مشى، كذلك المشي فيه لذة لأصحابه كالرياضات ونحوها. وتودع من تودع أي سعى في توديع أحبائه، ولذلك لذة مخصوصة. وقد قال أبو الطيب المتنبي: عشية يعدون عن النظر البكى، وعن لذة التوديع خوف التفرق، نودعهم والبين فينا كأنه قال ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق، قواض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق. ليطردوا عن أنفسهم هم أضداد هذه الأفعال،
فالجوع هم وضرر، وكذلك العطش الذي يسمى بشيطان الفلاة، وكذلك أضداد هذه. فقد ضمن الله لآدم في الجنة 4 مصالح، قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه أصول المنافع البشرية، فإنه ضمن له المآكل في قوله أن لا تجوع فيها، وضمن له كذلك الملابس في قوله ولا تعرى، وضمن له المشارب في قوله وأنك لا تظمأ فيها، وضمن له المساكن في قوله ولا تضحى. تضحى أي تبرز للشمس. ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخصر، وأخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أغبر. وقد سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس مسائله المشهورة في الأدب، فكان يسأله فضجر به أي مل منه لكثرة سؤاله وإلحاحه. فجاء عمر بن عبد الله بن ربيعة المخزومي وهو شاب حدث من قريش، فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر، فأنشده قصيدته هذه: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، وغداة غد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. فأنشدها كاملة وهي 68 بيتا، فحفظها ابن عباس بمرة واحدة. فقال له نافع بن الأزرق: لله أبوك يا ابن عباس نضرب إليك أكباد الإبل في طلب العلم، فتعرض عنا ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه. فقال ابن عباس: ما سمعت سفها. فقال: بلى، أما سمعت قوله رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأيما بالعشي فيخسر. فقال ابن عباس: ما هكذا قال، إنما قال رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر بالصاد. فقال: أو إنك لتحفظها؟ قال: بلى، ولو شئت أن أعيدها عليك لفعلت. فلما كان من الغد سأله عن قول الله تعالى: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقال: ما معنى تضحى؟ قال: تبرز للشمس، وهو الضحاء أي حر الشمس. فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: أما سمعت قول المخزومي بالأمس: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر. فهذه أصول المنافع 4 التي ضمن الله لآدم في الجنة، وكل ما عداها من المنافع هو متمم ومكمل لها. ثم قال: وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة. هذه الأمور كلها من سعى فيها، كل هذه الطرق التي يتوهمها الناس موصلة للسعادة وطرد الهم، فيها هموم حادثة أي تحدث عندها. فمن طلب المال لا بد أن يتعرض يوما ما لخسارة، وإذا تعرض لها فإن وقعها شديد عليه. وقد قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما عندما قال له قائل: يا عبد الله، إنك تجود بالكثير إذا سئلت، وتشح بالقليل إذا توجرت. فقال: إذا جدت بالكثير في المسألة فإنما أجود بمالي، وإذا جدت به في التجارة فإنما أجود بعقلي. فلذلك إذا غبن الإنسان كان ذلك هما كبيرا عليه وحزنا. وكذلك المصائب التي تصيب الإنسان في ماله فإنها ذات مضرة وتدخل عليه هما، وحتى إن ازدياد المال أيضا يورث الإنسان هما شديدا. وقد حصلت قصة لبعض التجار كان أمام الشاشة ينظر إلى مؤشر الأسهم ويتابعه، وهو على مكتبه من الصباح الباكر، وهو مستغرق تمام الاستغراق في هذه الشاشة. كلما ارتفع مؤشر سهم من الأسهم ضغط الزر على وكلائه ليبيعوا، وكلما انخفض ضغط الزر عليهم ليشتروا، وهو مشغول بذلك. يأتي العامل فيضع كأس الشاي فيبرد فيأتي ويسحبه ويأتي بآخر. ولم تدخل الصلاة برنامجه، ولا الراحة ولا النوم ولا الأكل ولا الشرب، لشدة استغراقه في متابعة مؤشر الأسهم. فبينما هو على ذلك أغمي عليه، فدعا عمال شركته سيارة الإسعاف فحمل إلى المستشفى ففحصوه، فما وجدوا به داء إلا الجوع والعطش.
قد أتعب نفسه في الدنيا فكان خادما لها بدل أن تكون هي خادمة له. وقد حصل في المرة الماضية لما ضربت الأسهم فتراجع مؤشرها أن مات عدد من الناس بسبب هذا الهم الذي أصابه. فهذا يدل على أن جمع المال ليس طريقا للسعادة خالصة من الهموم، بل لا بد أن ينال السالك هذا الطريق كثيرا من الهموم والمشكلات، بالإضافة إلى أنه قلما ينجو فيها الإنسان في جمع المال من الحرام. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. وكذلك غير هذا من الطرق التي ذكرها المؤلف، فما من طريق يسلكه الإنسان لقصد السعادة وطرد الهم غير عمل الآخرة إلا وفيها منغصات حادثة وهموم تحدث لمن سلك الطريق كان في غنى عنها. فهذا الإنسان كان يعيش على كفاف، ولو لم يدخل سوق الأسهم أصلا لما أصيب بهذا الهم والحزن الذي أتاه، فدل ذلك على أنه جاء يطلب شيئا فوجد خلافه تماما في طريقه. ومثل ذلك ما يحصل من مواصلة الناس وأن يهش الإنسان إلى أخبارهم. فقد حصل لعدد كثير من الناس أنهم مثلا يتعبون أنفسهم في خدمة الآخرين ومواصلتهم وعيادتهم إذا مرضوا وصحبتهم بصحتهم، فإذا مرض الإنسان نفسه فلم يعده أصدقاؤه كان ذلك هما وحزنا عليه، كما قال الزبيري رحمه الله: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود، وأشد من مرضي علي صدودكم وصدود كلبكم وعلي شديد. من عوارض تعرض في خلالها أي في أثنائها، فيعرض للإنسان كثير من الهموم في أثناء هذه الطرق، وتعذر ما يتعذر منها كذلك، فإن كثيرا منها يتعذر على الإنسان الوصول إليه. كم من طالب مال تعب ونصب فلم يصل إلى شيء ومات فقيرا، وكذلك كم من طالب شهادة مات دونها، وكم من طالب وظيفة لم ينل مراده منها، وهكذا، وذهاب ما وجد منها. كذلك كم من صاحب أمل وصل إلى أمله ففاته أمله وانتقل من يديه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قساك صفا مذ بان عنه صفاء، ورمت جدا ماء يدوم جداؤه، وسيان فقر في الثرى وثراء. أي ابن البرز تحضر براء من الدنا، فشبه العفا الملقى عليه عفاء، كأن الورى والموت نسي وراءهم، ذوات الأبا قد حازهن أباء، ولو في الملا رمت الملاء حللت في رجاه إذا ما صح منك رجاء. ولو في الملا رمت الملاء أي الغنى حللت في رجاه في طرفه إذا ما صح منك رجاء، إذا تكامل لك الرجاء حصل ما يقابل ذلك. ولهذا قال محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه في علاج مرض من أمراض القلوب هو حب الدنيا، قال: عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي الموت، إذ هجمت عليهم حلاقي في هذا الوقت. عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. والعجز عنه ببعض الآفات الكائنة. كذلك كثيرا ما يطلب الإنسان الوصول إلى هذه الأهداف فيصاب بعجز عنها في الأثناء، فلا يستطيع هو التمتع بها والتلذذ بها لعلة أصابته هو. وقد حدثني أحد التجار الكبار في بلادنا قال: تعالى أعطيك درسا، فأتيته فقال: أغنى من في هذه المدينة أنا وفلان، وقد جمعنا مالا كثيرا، ولكننا أصبنا بداء، عندنا الداء السكري وداء ضغط الدم، فحرم علينا كل ما هو حلو وكل ما هو دسم وكل ما فيه أملاح، فلا نأكل إلا أخص أنواع المآكل، ولا نشرب إلا أخص أنواع المشارب، لأنهم حرموا لذة ما أوتوا من المال. فليس أن ترزق المال ليس أن ترزقه ويجعل تحت يدك ضمانا لأن تنتفع به، فكم من إنسان رزق رزقا فلم ينتفع به، بل كان ضرره عليه ولم تكن له منفعة به.
والمشكلة إذا تركه وراءه فأسعد به أقواما وأشقى نفسه في سبيل سعادة آخرين، لأنه سيرثه آخرون ويكون تعب والنصب عليه هو، والآخرون لم يتعبوا ولم ينصبوا وكان حظهم من هذا المال أن أخذوه. وقد حصلت قصة لرجل في أيام معاوية بن أبي سفيان، وهو رجل من أهل اليمن جاء إلى الشام فأتى دمشق فرأى جنازة فخرج فيها، فلما دفن الميت قبل غروب الشمس ووري ورجع عنه الناس وأقبل الظلام، رحمه هذا الميت الذي هو مقبل على الآخرة في هذه الليلة الظلماء، وقد نفض الناس أيديهم عن غباره ورجعوا إلى بيوتهم وتركوه وراء ظهورهم، وهو مقبل على قادم إلى ما قدم، وقد بدا له من الله ما لم يكن يحتسب. وليلته الأولى في قبره هي إحدى الليلتين العظيمتين اللتين جاءتا في الأثر، ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فرحمه فبكى وأنشد أبياتا يحفظها، وهي: يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر، فهل ينفعنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له الحاضرون: أتعرف لمن هذه الأبيات؟ قال: لا والله. قالوا: هي لصاحبك الذي دفنت، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهذا ابن عمه كان بينهما عداوة وليس له وارث سواه، فهو مسرور بموته. فتحقق هذا كما وصفه الشاعر تماما: فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. ولذلك فإن أعجب ما في القبور وشأنها وأعجب ما يحصل للإنسان الموعظة أن أهل الدنيا يتنافسون فيها، فبينهم تفاوت في الألوان، وبينهم تفاوت في القامات، وبينهم تفاوت في الأملاك، وبينهم تفاوت في الذكورة والأنوثة، وبينهم تفاوت في الأعمار، وبينهم تفاوت في العلوم والمستويات. هذا التفاوت كله مدته محصورة يسيرة، هي ما داموا يمشون على وجه الأرض. أما إذا ماتوا فإنك إذا وقفت على المقبرة لا تستطيع أن تميز لي قبر الذكر من الأنثى، ولا قبر الأبيض من الأسود، ولا قبر الغني من الفقير، ولا قبر المعمر ممن نقص من عمره، ولا قبر الجميل من القبيح. اداركوا جميعا فيما هنالك، فما مثالهم إلا مثال قوم ركبوا طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في درجة السياحية، فنزلوا منها يمشون بعد أن بلغوا منتهى رحلتهم، فلا الأول قد بقيت عليه تكت أنه كان في الدرجة الأولى، ولا الثاني أيضا بقي عليه ما يدل أنه كان في الدرجة السياحية، بل قد وصلوا جميعا. فكذلك شأن أهل الدنيا، فليس للإنسان أن ينافس الآخرين بصفة تزول قريبا، بمجرد الموت يختفي كل الفوارق. لا فرق بعد الموت بين الأبيض والأسود، ولا بين العالم والجاهل، ولا بين المعمر والمقصوص من عمره، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الملك والمملوك، ولا بين الذكر والأنثى. كلهم زالت هذه الصفات التي كانوا يتنافسون بها واختفت بمجرد الموت والذهاب إلى المقابر. طيب إن شاء الله. والعجز عن بعض وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك. كل ما يحصل عليه الإنسان أيضا من مطالبه الدنيوية كثيرا ما ينتج عنها نتائج سوء، مثل حسد الآخرين له وبغضهم له بسبب ما أنعم الله به عليه أو ما رزقه من أنواع الأرزاق، فهي مدعاة لذلك. فكثير من الناس يتخلص من سيارته أو من داره بسبب أنه حسده الناس عليها أو أصابوه بعين أو نحو ذلك، فيكره هذه النعمة التي رغب فيها وسعى لشرائها وتحصيلها. فهذه هي الآفات المقصودة، نتائج السوء التي ذكرها، من خوف منافس خشية أن ينافسه آخر ويزاحمه، كما قال لسان الدين بن الخطيب: حتى ابتلاه الله بالمهدي مزاحما بالمنكب القوي. وطعن حاسد أو اختلاس راغب أي سرقة أو اقتناء عدو، فإن الإنسان إذا رأى عدوه يملك ما كان هو يملكه فإن ذلك شديد عليه.
مع الذم والإثم معناها مع ما يعرض في طلب هذه الأمور من غير حلها من الذم والإثم. ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب. الإنسان إذا صلى فقام الليل مثلا أو صام النهار عادة لا يعينه أحد ولا يحسده على هذا العمل، وليس له منغصات وليس لذلك أي مصائب تصيبه في ذلك. فمن هنا كان هذا فعلا سبيلا للسعادة سالما من كل هذه العيوب والمشكلات. فقال: ووجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصا من كل كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة الذي هو المطلوب. ووجدت العامل للآخرة إن ينل بمكروه، معناه إذا أصيب بمكروه أيا كان في تلك السبل أي في سبيل الآخرة لم يهتم. الذين قتلوا في سبيل الله من المجاهدين لم يهتموا بما أصابهم في سبيل الله، كما قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولذلك قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في وصف أحد العلماء في رثائه له: وقد كان قواما بالحق قوالا له، يقول: بني الصالحين تزودوا بزاد الأولى قد عودوا ما تعودوا، فإن الفتى وابن الفتى وأبا الفتى تزود زادا من تقى ليس ينفد، فعاش به عمرا حميدا مبجلا وخلف عمرا من ثنى يتجدد، أطيعوه فيما كان خلف واقتدوا، فإني أراكم إن تطيعوه تهتدوا. هو المرء لا حق عليه مضيع وليس يرى حقا على الناس يعهد، فكم صام يوم الصيف والرهط مفطر وأحيا ظلام الليل والقوم هجد، وكم كف كفا عن منال بشبهة وكم زم أنفا والمعاطس سجد، وكم قاد ندبا للمعالي مطاوعا وكم ساق شيبا للهدى وهو أمرد، وكم صاب سهما حين طاشت سهامهم وكم جاد فهما حين غاروا وأنجدوا، وعاش بجد ليله ونهاره فما كان يوما من دد لا ولا ددوا، إذا قيل أي الناس أحمد سيرة وأقوم قيل أحمد لسان سنان في لسان وطاعة وقول بمعروف إذا صفرت يد، ومهما تصب من نكبة لم يبل بها، ويعلم أن اليوم من بعده غدو، وليس بمفراح إذا نال نعمة ولا بجداها وحده يتفرد، تراث رجال سابقين تقدموا لهم في سماء المجد صرح ممرد. فلذلك قال: لم يهتم بل يسره ما يصيبه في سبيل الله، فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب. إذ معناه لأن رجاءه لعاقبة ما يناله في الآخرة وثوابه عون له على ما يصيبه في سبيله. فالإنسان إذا عرف أن مطلوبه يحصل برضا الله عنه لا يبالي ما أصابه دون ذلك. ولهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الرجل الذي تصدق فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على بغي، ثم قال لا تصدقن بصدقة، فقال الحمد لله على بغي، ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال لك الحمد على سارق، ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة فتصدق فجعلها في يد غني، فقال لك الحمد، أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال لك الحمد على غني. فكل ذلك لله حكمة فيه واضحة وقد بينت لذلك الرجل. فلهذا قال وزائد في الغرض الذي إياه يقصد، لأن ما يصيبه من المصائب زيادة له في الخير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم. كذلك طالب الدنيا إذا عاقه شيء عن ما يريده اهتم لذلك العائق هما شديدا. أما طالب الآخرة فإن أصابه مرض حبسه عن أداء ما كان يصليه أو عن ختم ما كان يختمه من القرآن أو لم يهتم، لأنه يعلم أنه لا يكلف إلا ما يطيق. فلذلك قال لم يهتم إذ ليس مؤاخذا بذلك
فهو غير مؤثر فيما يطلب، فالإنسان يطلب رضا الله ووجهه الكريم، فإذا حصل على رضوان الله والله لا يضره ما أصابه من النكبات وما لم يتحقق من أهدافه، وإذا لم يحصل على رضوان الله فوالله ما لا ينفعه ما أحرز مما دون ذلك من الأهداف. ووجدته إن قصد بالأذى سر، معناه إذا وجه إليه أي أحد أذى في سبيل الله سر بهذا الأذى لعلمه أنه سلك طريق الحق. فالسالكون لطريق الحق لا بد أن يبتلوا ويصابوا، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمعالم الطريق هي هذه البلايا والنكبات التي تصيب الإنسان على الطريق. فقد أصابت من هو خير منك. رمي إبراهيم خليل الله في النار، وأوذي نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وأوذي موسى حتى قال لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. وحاول بنو إسرائيل قتل عيسى وصلبه، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع السلا بين كتفيه وهو ساجد لربه، وأوذي في أهله وقتل أصحابه وأقاربه. فهذا الأذى لا يمكن أن تنجو منه وأنت تسلك طريقهم، فأنت حلقة من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين. فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب كل السلسلة. فلذلك لا بد أن توطن نفسك على هذه المكاره، فقد أصابت من هو خير منك ولست أكرم على الله منهم. فلذلك قال: ووجدته إن قصد بالأذى سر، وإن نكبته نكبة سر، وإن تعب في ما سلك فيه سر، يسر بتعبه ونصبه لعلمه أن ذلك أجر زائد، كما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فهو في سرور متصل أبدا. إذا نجح ووصل إلى مبتغاه حمد الله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وإذا نال الشهادة في سبيل الله فهي إحدى الحسنيين وهو يتطلبها. وإذا أصابته نكبة في سبيل الله حمد الله أنه سلك طريق الأنبياء وأصابه ما أصابهم، فهو مسرور على كل حال. فلذلك قال: فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم، وليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله تعالى، فما عدا هذا فضلال وسخف، ما عدا سبيل الآخرة والعمل لها فهو ضلال، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد قال المختار بن بونة رحمه الله: والحق سعي في المعاش البادي حلا، وفي حسنة المعاد وضده الباطل. فالحق ضده الباطل، فكل ما سواه ضلال. وسخف أي نقص في العقل ونقص في التدبير. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.